داخل. بس لحظة إن شاء الله يجي. أبو علي بس أسأل أنا قدمك، خلي أخذ لك ربيع وحتى تجاوب أيضا عنه. تفضل أخونا ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تخافش يا حاج وعد على أحمد سليمان من وليد إسماعيل، هيذبحوا بالراحة ويسلخوا بالراحة ويشويه بالراحة وياكلوا بالراحة. ابتعدتوا ليه من وليد إسماعيل؟ احنا عايزين وليد إسماعيل ينظر أحمد سليمان بس مباشر يا شيخ يا حاج وعد. طيب الآن أنت موجود وهو موجود، يتدخل في الموضوع. إيش دخل صورة اسمع يا أخي، أنا والله أستغرب منك. أنت شعرك واقع، رجل كبير في السن. الآن إحنا عندنا موضوع الآن 3 حلقات الآن، فأنت تقول هو يتداخل. هذا تاج راسك وسيدك والمعلم تبعك، إذا أريد داخل أهلا وسهلا، لكن في الموضوع بس ما أريد شيء آخر. تفضل. غلق. حجي من يضمن ان وليد ما يزور الكلام كما زور الايميلات؟ يعني شيخ احمد خوب ما راح كل ما يتكلم وليد يتابع وراه ورقه القلم. لا، هو زور شيء ثاني سيدنا. يعني رجل زور مناظره بيني وبينه، ادعى كذبا اني نسقت بيني وبينه مناظره وحددنا التاريخ والوقت واعلن انه تم الاتفاق، وكل هذا لم يحصل. والآن أنا من هذا المنبر أطالبه، إما أنا لا أسميه بالاسم للسبب الذي ذكرني، إما أن يظهر هذا الاتفاق الذي بيني وبينه، أو يعلن أنه كذاب، لأنه قال تم الاتفاق. والكابتشر موجود عندي، تصوير تم الاتفاق. هو يخبر أنه تم اتفاق بيني وبينه. الآن هو بين شيئين، إما أن يظهر هذا الاتفاق الذي بيني وبينه فيكون صادق وأكون أنا هربت مثل ما قال، أو يعترف أنه كذب وزور. هذا لم يحصل شيء بيني وبينه وكذب. شيخنا كيف إذا حصل شيء؟ الآن هذه قضية الآن فرصة نذكرها. الرجل افترى علي وأنا بعيد، كنت مسافر ولا أرى إلا إعلانات ودعاوى عجيب. هذا الكلام. ثم حجي وعد نتكلم، مرة طلع متصل في القناة والمقطع موجود، قال يا أحمد سلمان، اعتبرني أنا متصل عليه وشخص آخر لا أدري، يعني حتى الصوت مختلف واللهجة مختلفة. مرة أخرى لكي أريكم قذارة هذا الشخص، امرأة اتصلت عليه قال زوجة أحمد سلمان. طب أنت لو افترضنا، من أين تعلم هذا الشيء؟ إلا أنك إنسان حقيقة قذر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني حتى لعل كلمة قذارة قد أنا أستحي منها من كثرة ما استعملتها في حقك. لا، أنا البعض جاء وذكر لي، قال هذا الشخص له رصيد كافي من العلم، فتناظر معه. قلت أنا ليس له رصيد كافي من الأدب يسمح بأن أتحدث معه، فضلا أن أحاوره، فضلا أن أناظره، وهذه قضية محسومة. الله يبارك فيك شيخنا ورحمة الله على والديك. هو الآن صدقني شيخنا اليوم ما ينامون، لأنه الموضوع الذي نطرحه لم يسمعوا به من قبل. الآن سيحاولون عائشة تحريم كذا كذا حتى يحرفوا الموضوع. طيب الأخ أشرف أبو علي لحظة. أبو علي تسمعني؟ سمعك يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا الحبيب، أهلا وسهلا بك. تفضل. حياك الله وحيا الله الشيخ أحمد سلمان الله يحفظه، والسيد الجليل سيد ميثم يحفظكم الله، حجينا الجليل الله يحفظه. مولانا. بالنسبة لوليد إسماعيل، طبعا هو يسمع. وليد إسماعيل حصرت بقول ابن تيمية ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، وكان البث به 7000 مشاهد. فقلت له أين أجد كلام ابن تيمية في كتاب الله؟ قال لا يستوجب
إنها من البديهيات. قلت له هل ركوب الحمار من البديهيات أجلكم الله؟ سكت. قلت له الله ذكر ركوب الحمار، ذكر كيف ندخل البيوت، لماذا الله لم يذكر أعظم واجبات الدين؟ أين يجد كلام ابن تيمية؟ قال لا يوجد من البديهي. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد. يطالبون الشيعة بآية صريحة قطعية الدلالة قطعية الثبوت على في ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو عندما تطالبه بأنه يقول اللي ذكر في مجموع الفتاوى ابن تيمية فيقول ليس بشرط، لكن من جانبنا شديد العقاب ومن جانبهم غفور رحيم. يا عم ناس صبية الله وكيلك. لكن الآن أنتم افخروا يا شيعة، حق لكم أن تفخروا. الآن الصراخ والألم وصل إلى نخاع العظم مش بالعظم. إن شاء الله هذا البرنامج مستمر، ونعدكم في حضور سماحة الشيخ أحمد سلمان سنقدم أهل البيت وآية التطهير بصورة لم تسمعوها من قبل، مثل ما الآن. يا ناس لاحظوا الشيخ الله يحفظه ماذا قال؟ قال في زمن المتوكل ترعرع منه البخاري وأحمد بن حنبل ومسلم والعلماء، هؤلاء أعمدة الذين كتبوا لكم. وهذا الكتاب اللي أمامكم هذا كتاب سني، قال لك هذا الكتاب يقول أن المتوكل ناصبي ناصب العداء لأهل البيت، وهؤلاء كلهم ترعرعوا في هذه الفترة، فلماذا تأخذون من هؤلاء؟ سؤال الله وكيلك. الآن الأسبوع ثالث أسبوع، يعني بين محاضرة ومحاضرة أسبوع، وتالي ألو السلام عليكم. عليكم السلام. آية التحريم بابا، وين التحريم؟ وين العسل؟ وين موضوعنا؟ ايش فيك انت؟ طيب تفضل.